انا طول عمري بتخيل الانفلونسرز او البلوجرز اللي بينزلوا افراحهم على السوشيال ميديا بالشكل ده. واحد اسمه بهيج متجوز واحده اسمها سناء، فخلاص الفرح خلص، بهيج يروح لسناء يقول لها سناء انا، فتقول له لحظه واحده، اهدى اما نزل الشورت ده بعد اذنك، فتبدا تنزل الشورت بتاعها او الريل بتاعها في الوقت ده. فخلاص بهيج بيسمع صوت اللي هي عارف انت البوست ان هو اترفع يعني، فيبدا يقول لها سناء انا، تقول له لحظه واحده ممكن تهدى، ممكن لما اشوف التفاعل على الفيديو عامل ازاي والفيديو بيطلع ولا لا. فبعدها ب3 4 5 6 دقايق سناء بتكتشف ان في نوتيفيكيشن جاي من جوزها، في كومنت مكتوب سناء انا. تفتكر ان السوشيال ميديا غيرت وظيفه الفرح كوظيفه؟ يعني زمان كنا بنشوف الفرح ده فرح بيحصل وبنبسط والدنيا تمام، دلوقتي بناخده كمحتوى حرفيا. المحتوى ده بدل نزل يبقى قدامه حاجه من الاتنين، يا هيتقارن يا هيتقيم. مش مهم بقى، مش مهم العريس مبسوط، العروسه مبسوطه، المهم الفستان ده بكام ومنين، القاعه دي بكام ومنين، هل البوفيه في ديك رومي، طب هل العريس طالع ديك اهله. بص انا عارف ان غالبا صاحب الفرح هو مش قصده يستعرض، يعني اللي بينزل الحاجه دي هو مش قصده يستعرض، قصده يتبسط او يفرح او حاجه زي كده يعني. بس للاسف السوشيال ميديا لا بتفرق ما بين ان انت عايز تتبسط او الذاكره او الاستعراض، لان احنا اللي بنشوفه قدام الكاميرا ده مستوى اجتماعي، مش مجرد فرح. حد بيعلن مستواه الاجتماعي في المكان ده وفي الوقت ده، مكانه اجتماعيه عماله تتحرك وتتنطط. عمرك شفت مكانه اجتماعيه بترقص؟ طب هل ده صراع طبقي؟ يعني انا عايز اوريك حاجه انت ما تعرفش تعملها. يبدا بقى الدي جي بيوطي الصوت، يبدا بقى صوت الناس اللي بتطلع بهوايا. عايز تعرفني ان احنا كمنظومه طبقيه بنقدر كلنا نوحد صوتنا بهوايا صوت واحده مبيته معاها حته ب200 بنت جنيه يعني، بهوا مين وبمزاج مين؟ وهل الهوا ده نقي؟ السؤال بقى اللي عايز اطرحه، هل ده صراع طبقي؟ هل حضرتك او حضرتك لو ما اتفرجتوش على الفيديوهات بتاعت الافراح او الريلز اللي بتنزل على السوشيال ميديا بشكل عام، هل كنت هتتبسط بالفرح اللي انت عملته او الفرح اللي انت عملتيه، ولا ما كنتوش هتتبسطوا الا لما كنتوا عملتوا الحاجه اللي انتوا شفتوها في الريلز او في السوشيال ميديا بشكل عام؟ بهوا